السلام عليكم. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، بس لو اتبعت الخطوات زي ما انا عملتها هتلاقي طبق الفتة ما بياخدش معاكي بالظبط اقل من نص ساعة وتكوني خلصتي احلى طبق فتة. في الطعم حكاية، مفيش ألذ واطعم من كده. بسم الله، هبدأ الوصفة بتاعتنا. هحتاج عيش متقطع و3 كوبايات كبار من الرز ومعلقتين من الخل و4 معالق كبار من السمنة وثوم مفروم وطماطم مفرومة ومتصفية كويس. وهنمشي خطوة خطوة. أول حاجة هرفع حلة على النار وهنزل فيها بمعلقة صغيرة من السمنة ونص معلقة من الثوم المفروم وحمرهم كويس جدا في السمنة، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل وبالطماطم المفرومة بتاعتي المتصفية ومعلقة من الفلفل الأسود صغيرة ورشة من الملح ورشة من السكر. وكده أنا خلصت الصلصة بتاعتنا وأحطها على النار وأسيبها تتسبك مع نفسها. وأرفع حلة تانية على النار عشان أعمل فيها الرز. هحط معلقة من السمنة وعليها شوية من الزيت وهقلبهم كويس جدا، وهنزل عليهم بالرز بتاعي بعد ما اتغسل واتصفى كويس، وهقلبهم تقليبتين لحد ما انشف المية اللي في الرز، وهنزل عليها بمعلقة صغيرة جدا من الملح وهقلب الرز بتاعي كويس جدا مع الملح، وهنزل عليه 3 كبشات من الشوربة وهكمله مية دافية لحد ما المية تغطي الرز بتاعي، وهقلبه كويس واسيبه على نار عالية لحد الرز لما يتشرب على عين الصغيرة ووطي النار عليه. وكده كمان الرز بتاعي كمان خلص وهسيبه على العين الصغيرة. وهبدأ احمر في العيش بتاعي. هجيب صينية كبيرة واحط فيها معلقة من السمنة وهنزل بالعيش بتاعي اللي انا مقطعاه. هبدأ اقلب فيه لحد ما يتحمر، وهقلب فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي وتبقى فيه طعم التحميصة. وسلام بقى لو زودنا عليه ربع معلقة من الثوم المفروم وهو بيتشوح على النار، بتدي العيش طعم حلو قوي. وكده كمان خلصنا العيش. هبدأ في اخر حاجة التقلية. هجيب الطاسة بتاعتي وهنزل فيها معلقة من السمنة ومعلقة من الثوم المفروم هي اخر حاجة، ونقلبهم كويس جدا مع بعض لحد الثوم بتاعي ما يحمر. وهنزل عليه بالمعلقتين كبار من الخل، واول ما يبدأ تغلي معاكي هديها معلقة صغيرة او كبشة صغيرة من الشوربة واسيبهم يغلوا مع بعض. وكده انا خلصت التقلية بتاعتي. هرجع تاني للعيش بتاعي عشان ابدأ احضر الطبق بتاعي. العيش بتاعي بعد ما اتحمر كويس وهو على النار هنزل عليه ب3 كبشات كبار من الشوربة السخنة بتاعتنا واقلبهم كويس، وكبشة كبيرة من الصلصة اللي احنا عاملينها. حسب ما انتي عاملة الكمية بتاعتك، حسب كمية العيش هتزودي الشوربة وهتزودي الصلصة. وما تكتريش الشوربة بتاعتك علشان العيش ما يتهريش منك ويبقى معجن. وهو على النار اول ما تلاقيه فلفل معاكي ادفع عليه وابداي فرغيه في الاطباق. لو هتعملي الفتة في الصينية اطفي النار على العيش وانزلي بالرز بتاعك وكملي الخطوات زي ما احنا عاملين. والرز هنا مستوي ومفلفل وكل حاجة استوت مع بعضها في وقت واحد. وانا هنا حضرت الطبق بتاعي. بعد ما حطيت العيش وعليه الرز هنزل عليهم بالصلصة بتاعتنا. وبعد ما نزلت بالصلصة بتاعتنا هبدأ احط تقلية الثوم اللي احنا مقلينها على وش الصلصة. وكده انتي خلصت طبق الفتة بتاعك، ما خدش معاكي وقت. وبالنسبة للحمة طبعا مجرد ما تقرري ان انت هتعملي فتة بتكون سلقة اللحمة من قبلها، لان احنا بنحتاج الشوربة في كل وصفات الفتة. وبالنسبة للحمة يا اما تقدميها على وش طبق الفتة او تقدميها في طبق مع الشوربة. وبعد ما تسلقيها بتحمريها على النار بحتة من السمنة وبتقدميها محمرة، بس انا هنا مقدماها مسلوقة عشان انا بحبها طرية. وبالهنا والشفا.